السلام عليكم، أنا ريم من ريمز كيتشن. اليوم حنسوي شي مرة لذيذ، مرة لذيذ. أقول لكم ترى لو إنه ما في ماما وبابا في البيت كان أكلت الأربع صحون، بس يعني عشان في ماما وبابا ولازم ياكلوا فعيب يعني. حنسوي تشيكن باي أو فطيرة الدجاج. عشان نعرف كيف نسويها خلونا نروح للمقادير. حنحتاج صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة بحيث إنه نقدر ناكلها في لقمة واحدة. جزر مقطع مكعبات صغيرة. حنحتاج بزلة، البزلة حقتي كانت مستوية، إذا حقتك ما هي مستوية اسلقيها. فطر مقطع شرايح، لو ما عندكم الفريش تقدروا تستخدموا المعلب. حليب بدرجة حرارة الغرفة. مرقة دجاج سويت عنها فيديو من كم يوم، روحوا شوفوا. توم مهروس، بصل أبيض مفروم، دقيق، كمون بودرة، خردل أو ماسترد، زيت زيتون، زبدة، بيضة، شرايح باف بيستري نكون مخرجينها من الفريزر من قبل وحاطين بين كل قطعة وقطعة دقيق عشان لا تلصق. وآخر شي ملح وفلفل أسود. ودحين خلونا نروح لطريقة التحضير. أول شي حنشتغل على الدجاج، حنسلق الدجاج. طريقة سلق الدجاج وكيف نسوي المرقة موجودة في فيديو نزلته من كم يوم، ححط لكم الرابط تحت. حنسلق الدجاج، بعدين حنشيل الدجاج من المرقة اللي عندنا ونتركها على جنب إلين ما نحتاجها. بعدين حنجيب طاوة كبيرة حنسخنها، نضيف لها زيت الزيتون والزبدة ونقلبهم مع بعض عشان الزبدة لا تكون في طرف لوحدها وتنحرق، لازم تنخلط مع زيت الزيتون. بعدين حنضيف لها البصل والجزر. ليش حنضيفهم أول شي؟ لأنهم هم أكتر شي حيحتاجوا عشان يصيروا لينين أو عشان ينطبخوا ويطروا. بعد ما يصير شكلهم زي كذا تقريبا 4 دقايق على نار متوسطة اللي هادية، حنضيف لهم الثوم، حنقلب الثوم. بعدها حنضيف الفطر، حنقلب الفطر إلين ما يدبل ولونه يتغير. بعدها حنضيف البازلاء. البازلاء آخر شي حنحطها عشان اوريدي مستوية، إذا ما هي مستوية اسلقوها بعدين نضيفوها على الخلطة حقتنا. نقلبها مع بعض وبعدين حنضيف البهارات، عندنا كمون، ملح وفلفل أسود. نقلبهم برضو إلين ما كل البهارات تتوزع في كل الخضار اللي عندنا. بعد كده حنضيف الدقيق ونقلبه مع الخضار إلين ما يختفي، ما يبقى ولا لون أبيض. إيش وظيفة الدقيق هنا؟ إنه يتقل لنا المرقة أو الخليط اللي عندنا. بعدها حنضيف المرقة، مرقة الدجاج، حنقلبها مع بعض إلين ما تحسوه كده بدأ شوية يتقل مو يختفي. بعدين نحط الحليب، نقلب الحليب إلين كل شي يمتزج مع بعض. وبعدها حنحط الخردل ونقلبه برضو إلين ما شويتين تحسوه يبدأ يتماسك ويتقل. آخر شي حنضيف قطع الدجاج، نقلبها إلين ما تتغطى بالخلطة ونقفل النار وبس خلصنا هنا. هناخد خلطة الدجاج والخضار ونعبي فيها الصحون أو الرمكنز أو صحون السوفليه، ونخلي بس تقريبا سنتي لنص سنتي فراغ فوق. دحين حنشتغل على الباف بيستري. على سطح نظيف حنرش دقيق، بعدها نفرد الباف بيستري حقتنا بالنشابة أو بالشوبك سنتيمتر بالعرض وسنتيمتر بالطول، لا تفردوها أكتر من كده ما حتطلع حلوة. البيضة اللي عندنا حنحطها في زبدية نخلطها مع بعض ونسيبها على جنب عشان نستخدمها. حنجيب شوية موية، حنبلبل صباعنا في الموية وعلى أطراف الزبدية أو الرمكن، بس يعني نبلبلها بشوية موية عشان بعدين تلصق الباف بيستري. حناخد الباف بيستري نحطها زي ما أنا قاعدة أسوي، يعني نغلف فيها تقريبا، نضغطها من على الجنب. بعدين ناخد بالسكينة نقطع الحتت اللي ما نحتاجها عشان يعني المنظر. حنمسح سطح الباف بيستري بطبقة خفيفة من البيض وبعدين حنخرمه شوية، سووا خرمتين بس، ترى أنا مرة تحمست وسويت كتير. بعدها حنجيب صينية فرن وحنوزع عليها الرامكنز حقتنا عشان يسهل علينا نخرجها من الفرن. حنحطها في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 160 درجة مئوية. أول شي حنحطها 5 دقايق من تحت بس، بعدها نص ساعة من فوق وتحت. وبكده حنكون خلصنا فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا لما تجربوها تصوروها وتبعتولي. دحين مع إنه بدأ يدخل الشتاء ترى هذه الوجبة أحسها وجبة بيرفكت، جنبها حتى من غير شي، لا تحطوا جنبها ولا شي، هي كده لذيذة من غير شي وتديكم شعور بالحب والدفء. ليش ما أدري بس أنا مرة انبسطت عليها. أشوفكم في فيديو تاني قريب إن شاء الله. المقادير في المدونة موجود كل شي تحت. بالعافية عليكم ومع السلامة.